جربتي تاكلي طعميه من غير كرات؟ انا هعلمك ازاي تعملي طعميه من غير كرات من قلب امريكا. لو مفيش كرات مش مشكله، برضو هنعمل طعميه، ناكل طعميه بيتي مصري متحمره في الزيت مع احلى سلطه وشويه طحينه، ونبسط ونبسط العيال. يلا بينا. بصل اخضر، بقدونس وكزبره وشبت. متستغربوش شبت اهو. هنحتاج بس نحط باقه الورد الخضراء دي في قلب الطعميه، وتوم وبصل. هكتب لكم بالظبط الكميات وانا استخدمت قد ايه فول مدشوش، بالظبط الكميات كلها هكتبها تحت الفيديو. انا عندي الفول المدشوش بتاعي انا حطيته نقعته ليله كامله قبل ما ابتدي استخدمه، وكنت طبعا بغير الميه، ومعايا شويه ميه بس، ولا اسهل من كده. يلا بينا. اول حاجه هعملها هبتدي اقطع الخضار. قطعت الخضره بتاعتي، جهزتها. مش لازم تقطعوها بالظبط، هي اوريدي هتدخل تتفرم جوه الكبه. ومعايا الفول المدشوش بتاعي، وبصلايه متوسطه، ومعايا التوم، وميه. لازم تستخدموا ميه وانتوا بتفرموا الطعميه علشان ما تبقاش ناشفه قوي، لازم نديها ميه علشان تاخد راحتها وهي بتتفرم. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا. يلا بينا. هبدأ بالفول. هعمل شوية شوية، هحط شوية فول، ما تحطوش كتير. لو الميكسر بتاعكم كبير حطوا، لو الميكسر مش كبير ما تحطوش، ما تخلوش يبقى كتير وتبقى مش راضية تتفرم. هاخد شوية خضرة، شوية شبت. انا بحب الشبت قوي، انا من عشاق الشبت. وبصلايه، احط شويه ميه صغيرين من فوق كده، مفروض تاني عشان اقلبها. خلوا بالكم لازم تنزلوا كل يعني الزيادات من الجناب وكل حاجه عشان كلها تتفرم وتبقى يعني قوامها كويس. الطعميه بتاعتي وجاهزه خلاص ان انا اجهزها، احطها في الفريزر. التوابل اللي انا هحطها على الطعميه: كزبره ناشفه انا لسه دلوقتي حالا فرماها في الكبه، وكمون وملح وشطه. انا مش بحط شطه كتير عشان الولاد، بس انتوا حطوا زي ما انتوا عايزين. دايما بخبط الحاجات انا مش عارفه ليه. حطيت عليها التوابل بتاعتي، هقلبها تقليبه حلوه واتاكد ان كلها يعني خدت من نفس التوابل اللي انا حطاها. اكياس الطعميه الحلوه دي راح على الفريزر. دلوقتي الطعميه جاهزه. طبق الطعميه بتاعتي وجاهز خلاص. هبتدي اعمل الساندوتش بتاعتي. ده شكله. عايزه اوريكم الطعميه، سامعين الصوت؟ حط طعميه، سلطه، احلى كتير من اللي بيتاكل بره. في مصر حلو بتاع بره، بس احنا هنا يا عيني ما عندناش الحاجات دي. احنا هنا ما عندناش نطلع كده الصبح نجيب الفطار واحنا ماشيين فول وطعميه، مفيش الكلام ده، مفيش. فين الساندوتش؟ شكلها حلو قوي، شكلها مغري جدا. هدوقها معاكم. مش قادره اوصف بصراحه. برافو عليا وتسلم ايديا. انا مش قادره اوصف الساندوتش قد ايه طعمه حلو، مش قادره اوصف قد ايه الطعميه طعمها حلو جدا جدا جدا. احلى كتير من الطعميه المفرزه اللي بنجيبها من بره وبنقليها وناكلها، احلى كتير صدقوني. ما حطيتش فيها بيكنج باودر ولا اي حاجه، انا عملتها وهي اوريدي فيها كل الخضار بتاعها واخده الميه بتاعتها، وطعمها حلو جدا جدا جدا. اتمنى لو تجربوها وتبعتولي. لو عايزين اي سؤال ابعتولي، هرد عليكم على طول. هروح بقى انا اكل الطعميه بتاعتي واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.